لو عندك صدر فرخه واحد، تعالى اقولك هنعمل بيه حاجه حلوه قوي، مش هتاخد وقت خالص وهتقعد معاكي بالكميات في الفريزر. بصي بسم الله ما شاء الله، بطاطسايه وحتتين بانيه، بصي بيعملوا الكميه اللي انت شايفاها دي كلها. بصي هتملي الفريزر بقى اطباق ما شاء الله. يلا بينا، وفي اي وقت هتطلعي وتقلي على طول للاولاد، بصراحه جميله جدا وبتعجب الاولاد قوي. المكونات هتلاقيها ان شاء الله عندك في كل بيت. هنا عندنا انا كنت جايبه تقريبا نص كيلو بانيه، وكمان عندي 4 بطاطسات وسط وبضايه. هو ده اللي كل اللي انا حطيته. تمام. هندي فرمه كده للفراخ، وحطينا البطاطس مسلوقه وعليها البضايه، وكمان حطينا البهارات، بابريكا وبهارات توم باودر، بصل باودر، عندي سنه قرفه بسيطه، فلفل اسود، كمون، كزبره، ملح، كيس من الفيجيتار البيض او الحار براحتك، واحده ماجي، ونحط كمان معلقه كبيره من بهارات البرجر، معلقه كبيره من بهارات الشيش طاووق، وده مش اساسي، اختيار. وكمان حطينا معلقتين ونص نشا، معلقتين ونص دقيق، كيس بيكنج باودر، وكمان حطينا معلقتين في الاول كده فيجيتار. وبعد كده بصراحه احتاجت معايا معلقتين كمان. دي بقى في ايدك انت، لما تلاقي العجينه كده ظبطت معاكي تحطي زودي دي بايدك انت، بس ما تزوديش قوي. انا المقدار ده خد مني تقريبا 4 معالق فيجيتار. هنا تدهني بقى الصينيه، تبقي حاطه اكياس وحاطه تدهني بالصينيه زيت، وبعد كده تنزلي الخليط وتتاكدي ان كل المسافه تبقى واحد، يعني المسافات واحد. هنا قبل ما تحطيها في الفريزر نقسمها كده بالطول وبعد كده بالعرض، المسافه اللي انت عايزاها. انا عايزه اقولك المسافه دي انا عملتها يعني قسمتها تاني مرتين، يعني لقيت الجزء عريض ورحت قسمتها تاني بصراحه، عشان كل ما تبقى اصغر كل ما تبقى احلى وتعملك عدد اكبر، وما شاء الله بتبقى جميله. هنا بصراحه في اول كده اما البنات ما استنوش عليا، عملت لهم كام واحده كده اتعشوا بيهم، وبعد كده حطيتهم الباقي حطيته في الفريزر، تاني يوم كملته. تمام. بصراحه البنات كانوا جعانين وعملت لهم كام واحده كده، يعني عادي ممكن تشتغلي بيها في وقتها، بس يعني الاحسن ان انت تجمديها ساعتين وبعد كده تشتغلي بيها. هنا انا عملت كام واحده كده، تقريبا طبقين تقريبا، يعني تقريبا 10 وحدات عملتهم اتعشوا بيهم، وبعد كده حطيتها في التلاجة في الفريزر اتجمدت، وتاني يوم طلعتها يعني فكيتهم وقعدت عملتهم زي ما انت شايفه كده. عايزه اقول لك الخليط اللي انا بعمله ده بيض على ميه على فلفل اسود على ملح، وعندك مثلا دقيق، وبعد كده فيجيتار، وعندك الكريسبي. التغليف ده براحتك انت اللي عندك تعملي بيه. ده كان تاني يوم يا جماعه بعد ما اتجمد، ده تاني يوم. الشويه اللي قبل الكام واحده اللي قبل كده دول كان قبلها بيوم، دي ساعه ما انا عملته بالظبط عملتهم، يعني يا دوبك اتجمدت نص تجميده وعملت العيله اتعشوا بيهم. هنا ده تاني يوم، وعملت الكميه المهوله دي ما شاء الله. عملوا 10 اطباق، دول 8 واحنا اتعشينا باتنين، وكل طبق فيه 6 وحدات، يعني عملوا يجي 60 قطعه. من نص كيلو بانيه عملنا يجي 60 قطعه، ما شاء الله جميله جدا. وبتطلعها على طول، تفك 5 وتقلي على طول، يعني مش هتاخد معاكي اي وقت. انا كمان عايزه اقولك ان انا عملتها غلفتها وحطيتها في الفريزر، يعني تبقى جاهزه على طول تقلي. بالف هنا وشفا. اعمليها للاولاد للمدارس للبيت، تتعشي وتتغدي بيها زي الفل. بالف هنا وشفا. وما تنسيش بالدعوه الحلوه واللايك والشير واشتراك في القناه.